بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط عن تأجيل صناع القرار بنادي الاتحاد عن أي أمور تتعلق بتجديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم الرياضي، وترك الخيار بصورة كاملة للجهاز الفني وبما يخدم الفريق، مشيرة إلى أن التركيز الحالي ينصب على المباريات المتبقية للفريق في الأمتار الأخيرة بدوري روشن السعودي للمحترفين. ورجحت المصادر أن يكون الأنغولي هيلدر كوستا أول المغادرين لصفوف الفريق مع نهاية الموسم الرياضي، حيث لم يتم تفعيل بند شراء عقد اللاعب الذي قدم من ليدز يونايتد الإنجليزي بنظام الإعارة لموسم رياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وحسب المصادر سيتم تحديد مصير البرازيلي برونو هنريكي من الجهاز الفني في نهاية الموسم الرياضي لدراسة جميع الخيارات المطروحة على طاولة الاتحادية للموسم الجديد. وفي الوقت الذي حسم صناع القرار قرار البقاء على الخماسي أحمد حجازي وطارق حامد ورومارينهو ورونالدو ومارسيلو جروهي، وسيتاح في الموسم الرياضي الجديد للأندية قيد 8 محترفين في صفوف الفريق، وهو ما يعني استقطاب لاعبين إلى 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرتبط البرازيلي هنريكي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي عقب تعاقد الاتحاد معه في صيف 2020 لمدة 3 سنوات بديلا على الأرجنتيني ليناردو جيل بتوصية من مدرب الفريق السابق فابيو كاريلي. إلى ذلك تعهد لاعبو الاتحاد مع الجهازين الفني والإداري على تعويض جماهيرهم انطلاقا من مواجهة الشباب غدا الخميس لحساب الجولة 24 للدوري السعودي بتحقيق الفوز وإسعادهم عقب توديع بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الهلال بهدف نظيف. وحرص رئيس الاتحاد أنمار الحائلي على الاجتماع باللاعبين لإخراجهم من حسرة الخروج من بطولة كأس الملك، وحثهم على مضاعفة الجهد والتركيز العالي في الاستحقاقات المقبلة للفريق والتي تأتي في مقدمتها مواجهة الشباب، مطالبا إياهم بتحقيق الفوز ومصالحة جماهيرهم بالنقاط الثلاث ومواصلة مشوارهم في الدوري. ورفع البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد من وتيرة الإعداد لموقعة الخميس طمعا في استعادة نغمة الانتصارات عبر شباك الشباب والابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه في ظل الفارق النقطي البسيط التي يجمع الاتحادي مع النصر ب3 نقاط والشباب ب6 نقاط. ويستعيد الاتحاد خدمات المصري طارق حامد في موقعة الخميس بعد غيابه عن مواجهة الهلال بداعي تراكم البطاقات الصفراء. ومن المتوقع أن تشهد القائمة عودة اللاعب عبد الرحمن العبود بعد استبعاده من مواجهة الهلال بقرار فني، وفي الوقت الذي أبدت الجماهير الاتحادية امتعاضها من الخسارة من الهلال والخروج من المنافسة على بطولة كأس الملك، أبدت رضاها على المستوى الذي قدمه فريقها في المباراة، وأطلقت حملة جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم مدافع الفريق أحمد حجازي بعد تسببه في هدف الفريق الأزرق الوحيد في المباراة. وجاء حجازي رسالة إلى جماهير فريقه الاتحاد عبر حسابه بموقع انستغرام، حيث أرفق صورة للحضور الجماهيري في المباراة مقدما شكره لحضورهم الدائم ومساندتهم، متعهدا بالتعويض في المباريات المقبلة.